واش فراسك باللي ميريكان اقوى دوله في العالم اختارت المغرب باش يعاونها في اهم حاجه عندها في 2026 اللي هي كاس العالم اللي غادي يتلعبوا فيه 48 منتخب لاول مره في التاريخ ديال المونديال. وملي كنهضروا على 48 منتخب كنهضروا على بزاف ديال الجماهير اللي غادا تكون حاضره في هذا العرس الكروي العالمي. وباش كلشي يدوز بخير البيت الابيض اختار المخابرات المغربيه باش تكون في الفريق ديال المهمات الصعبه باش يتامن المونديال ويدوز باحسن صوره. هذا الاختيار ماشي غير صدفه وصافي، هذه خبره كبيره داويه على راسها. بزاف ديال الناس كيسحاب ليهم هذه غير مجامله دبلوماسيه، حيت المغرب وميريكان عندهم علاقه صداقه لأكثر من 250 عام. ولكن الحقيقه كتقول الاف بي اي والسي اي اي شافوا باللي المغرب عنده الداتا، عنده الخبره ضد الارهاب، وكيقدر يامن العدد الكبير ديال الجماهير. وهادشي شفناه في اخر نسخه ديال كاس افريقيا اللي دارت في المغرب مؤخرا، وحتى في كاس العالم ديال قطر اللي دار في 2022. العالم كامل فهم باللي المغرب ماشي غير بوليس وصافي، بل هو تكنولوجيا متطوره وذكاء اصطناعي كيسير الملايين ديال الناس دقه واحده. والعبره في هذا الاختيار هي ماشي المهم هو تكون كبير، المهم هو تكون قوي في كاع داكشي اللي كدير. المغرب هذه سنين هو كيخدم على السمعه الامنيه ديالو، واليوم كيحصد الثمار ديالو كشريك عالمي لا يعلى عليه. المغرب غادي يكون حاضر في ميريكان وكندا والمكسيك ماشي غير بالرايه والمنتخب والجمهور، بل غادي يكون حاضر بالخبره الامنيه ديالو. هادشي كيشرفنا كمغاربه احرار نبغيو نسمعوا على البلاد ديالنا انها كتزيد القدام في جميع المجالات. ولكن واش ما نقدروش نسمعوا اخبار زينه على القطاع ديال الصحه والقطاع ديال التعليم؟